اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوجي. النهارده هنعمل مع بعض الكبده بطريقه حلوه قوي، طريقه مختلفه شويه مش كل الناس عارفاها، بس فعلا طعمها تحفه. اللي بيحب اللحمه بالبصل هيحب جدا الوصفه دي. هنعمل الكبده بالبصل بنفس طريقه اللحمه وهتطلع مختلفه وحلوه قوي. يلا مع بعض نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه على النار عندنا طاسه او صينيه او اي حاجه اللي هتسووا فيها، وهنحط بقى معلقه كده من الزيت، زيت عباد او زيت ذرة، ونبتدي نسيبه لما يسخن شوية، ونحط عليه قطعة من السمنة، قطعة صغيرة كده هتدي بس طعم حلو، وفي نفس الوقت هتبقى خفيفة مش تقيلة. بعد كده انا مجهزة بقى بصل، يعني مثلا لو نص كيلو كبدة هنحط بصلتين مبشورين بالشكل دوت، ونحطها ننزلها على الزيت ونبتدي نقلب بقى لحد ما لونها يبتدي يعني يختلف كده شوية معانا. طبعا لو هنغمق البصل هيبقى الكبدة هتطلع لونها اغمق، فعلى حسب الدرجة اللي انت عايزاها. وفي الوقت دوت انا غاسله الكبده مقطعاها مكعبات وحطاها كده على جنب تتصفى. خلاص كده ببتدي اقلب في البصل لحد ما ياخد لون زي ما انتوا شايفين، بدأ يبقى لونه ذهبي. هبتدي بقى انزل بالكبده بتاعتنا زي ما قلت لكم اللي متقطعه مكعبات، ممكن تضيفوا معاها قلب او كلاوي زي ما تحبوا، انما هنا انا حاطه الكبده بس. هبتدي بقى اقلب الكبده مع البصل كويس لحد لما اللون بتاعها يتغير وتاخد لون تاني خالص. طبعا الكبده الناس كلها متعوده تعملها اسكندراني او تعملها كده من غير اي حاجه، ملح وفلفل اسود بس، او كبده بانيه، فدي وصفه جديده بس هتعجبكم جدا. هحط بقى عليها فلفل اسود، ضروري جدا نحط فلفل اسود في الوقت دوت، وبرضو اقلب. ابتدي اقلب كده، لازم كل اللون يتغير من كل حته. ريحتها بقى تحفه، يعني ما شاء الله مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. خلاص كده الكبده بدات تاخد لون من كل حته، قربت على استوى. كده كده اصلا الكبده ما بتاخدش سوا، كده اتلونت من كل حته زي ما قلت لكم. هبتدي بقى، انا بالنسبه لي بحب اضيف فيها تقريبا نص كوبايه ميه مغليه عشان اتاكد ان هي استوت كويس. في ناس بتحب بس تشوحها كده وتاكلها على طول. ضفت نص كوبايه من الميه المغليه، اسيبها بقى لحد لما الميه دي تتشرب، وابتدي اظبط بقى الملح. بحط عليها رشه من الملح واضيف تاني فلفل اسود، ومش بتاخد توابل كتير الكبده، ممكن كمان رشه من الكزبره الناشفه، وبس كده مش اكتر من كده. خلاص كده هي تقريبا خلاص بقالها دقيقتين اتنين بس. هضيف بقى قطع من الفلفل الرومي او فلفل حار زي ما تحبوا، وده بضيفه في الاخر عشان يفضل محتفظ بلونه وما يضيعش كده لونه وقوامه مع الكبده وهو بيستوي. هقلب بقى، استنى بس دقيقتين المية دي اللي فيها تقل شوية، وابتدي بقى احطها في طبق التقديم. كده الكبده بتاعتنا جاهزه وريحتها قلبة الدنيا. خلاص كده الكبده استوت، ضفتها بقى في طبق على بقدونس كده، ورشيت عليها شويه بقدونس من فوق. عايزه اقولكم طعمها وريحتها ملهاش حل بجد. تاكلوها بقى مع عيش او مع رز ابيض او مع مكرونه، هي في كل احوالها طعمها تحفه جدا. كده الفيديو النهارده خلص، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنسوش كمان تعملوا اشتراك وتفعيل للجرس لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.